مكرونه الكوري. المكونات كلها موجوده في البيت، مش هنروح كوريا نجيبها. تمام. بس يلا بينا قبل ما نبدا نقول الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. معايا هنا صينيه فيها حته سمنه او زبده او زيت حسب ما متوفر عندك وحسب ما بتحب الطعم. تمام. ومعايا هنا طماطم، 3 طماطميات حطاهم في الفريزر عشان اعرف نشيل قشرها. تمام. طب ما تيجي يا شيف كمل. 3 طماطم حطيناهم في الفريزر عشان تعرف نشيل قشرها. الوصفه دي هو اللي جايبها، فانا عشان هو اللي جايبها انا جايبه قطعت بطاطس عشان لو طلعت انتوا فاهمين حلوه ناكل بطاطس. تمام كده اهو. الطماطم اهي تقدر تشيل قشرها دلوقتي، لازم تتحط في الفريزر عشان احنا الوصفه دي معموله من غير ما ايه الطماطم تكون بقشرها. تمام اهي. شلنا القشره بتاعتها كده وهنشيل الخاتم بتاعها الاخضر اللي فوق ده وهنفتحها كده اهي. وممكن انتوا عايزين تاكلوها ما تشيلوش القشره، صح؟ براحتكم زي ما الشيف بيقول. تمام اهي. التانية كمان اهي نفس النظام، تتشال بسهوله جدا. يعني بدل ما لسه هتعصري يا دقه حلوه. وهنا اهو شلنا كل القشر بتاع القوطه. بصوا من قبل ما تبتدي شكلها يفتح النفس. هناكل بطاطس. انا اكل مع بصوا السمنه محطوطه اهي. تمام. هنرفع بقى المفروض كل ده على النار لغايه ما الطماطم تدوب خالص والسمنه تدوب. تمام. استنونا. مش راضي خلينا نعملها. واقف على البوتاجاز هناك وعمال يفنن مع بعض. يا شيف يا شيف نسيت نحط مكعب المرقه يا شيف. ماشي اهم حاجه هو انا كمان اللي بفكره هفتحه. ولما يبقى شكلها كده هننزل بكوبايه ميه كبيره. يلا يا شيف نسيت تقول بسم الله. بسم الله. يلا هات واحده تاني عشان انت حطيت نص. هات تاني. يلا يا شيف. كوبايه كامله. وهنسيبهم بقى يغلوا مع بعض. بصوا بقى الكوبايه اكبر حاجه اهو حطينا كوبايتين الميه. واحده انا اقول واحده صغيره، واحده نص، واحده كامله. قول اهو. واحده نص. حطينا كده الميه وهنحط حبه ملح وحبه فلفل اسود وهنسيبها لغايه ما تغلي والقوطه تتسبك تماما فيها كده.